ازاي بهتم بشعري وازاي اهتميت بشعري وخليته ولصمته معايا طول السنين دي وطول العلاجات اللي باخدها اللي بهدلت شعري. خطوات كده انا مش بستغنى عنها ابدا للعناية بالشعر، وبصراحة شفت منها نتائج حلوة جدا. اول حاجة، ما بخشش اخد شاور ابدا من غير ما اكون عاملة حمام زيت. تاني حاجة، الشامبو مهم جدا، لان الشامبو ده هو اللي بيعمل لك كانفاس نظيفه تبتدي ان انت تضيفي عليها الحاجات، فلازم يكون شامبو ينظف لك الفروه كويس. بعد كل شاور لازم البلسم وحمام الكريم يكون مره في الاسبوع، وطبعا ما بنحطش على فروه الراس خالص لان ده فعلا بيوقع الشعر. الفيتامينات دي يا جماعه اهم حاجه، وهي الكورنر ستون اللي بنبني عليه كل الكير بتاعتنا. تتاكدي من مخزون الحديد اللي عندك، لان انا كنت باخد فتره كبيره جدا فيتامينز وما كانتش بتعمل معايا حاجه، ولما كشفت لقيت ان انا عندي مخزون الحديد يعتبر في الضياع. من الحاجات اللي فرقت معايا جدا هو المساج بتاع الشعر بالذات بالليل، وممكن ان انت تستعودي على الموضوع ده، ان انت تسرحي شعرك مره الصبح ومره بالليل وتجري الدوره الدمويه في السكالب بتاعتك، بتفرق جدا جدا. شعري زي وشي لازم ارطبه كل يوم باي حاجه مريحه بالنسبه لي عشان ما تلزقش شعري، بس في نفس الوقت تديني ترطيب. دايما بحرص ان انا اقص اطراف شعري كل فتره. لو انت عندك بقى نصيحه حلوه يا ريت تقوليها لنا في الكومنت، ولو عايزه اقتراحات لاي برودكت سيبيلي كومنت وهرد عليها.